بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. دائما نلتقي حتى نرتقي. في الفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم وصفة بريوش. هنا واش كنت حكمت هذا الريسيبيون. علاش؟ باسكو فيه الغطا ديالو باش يخمر لي بالخف. الوغ هنا واش درت كاس تاع الماء، مغرفة كبيرة تاع سكر، ومغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز. حركتهم، شوفوا هنا راهي خمرت طلعت، الله يبارك. فوالا هايديك. دوك هنا واش ندير؟ نضيف الزيت ونزيد 2 مغارف سكر ونبدا نضيف في الفارينه. هنا جبت 4 كاس تاع الزيت. انا هذا عمرت به الماء، كيفي درت 4 تاعو زيت. يعني انت جيبي الكاس اللي خدمتي به درتي به كاس تاع الماء، ديري 4 تاعو زيت. بتعبي تحبي ديري البياض والصفار تدهني به، تحبي ديريها كامل. انا حنديرها كامل بتاعنا كامل. هنا واش درت كاس تاع الماء، تقدري ديري كاس تاع حليب. درت مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع خميره. الكاس تاع الماء كان دافي، فرغتهم في الاول، غطيتهم خليتهم خمروا. كي شتهم خمروا درت 4 كاس تاع الزيت اللي عبرت به. هذه الكاس اللي تعبري به ديري 4 تاعو زيت. درت حبه بيض وعاودت حركتهم كيما راكم تشوفوا. دوك نجيب الفرينه. جبت قارص ديال الزاست باسكو هو يحب. نجيب الفرينه. انا الكاس تاعي هذه صفايه كي نعمرها ترفد لي كاس. الوغ شديت العبر تاعي هكا، نحط الكاس الاول، هذا الكاس الثاني، ولا انتي صيريها وحدها وما تعبري بالكاس. يعني هي في الحقيقه كي نقولوا للصح ما يهمش الكميه، يعني نقولوا كاس ولا 2 ولا 3. دوك حنا نديرو، ولازم العجينه تاع البريوش تكون طريه ما تكونش يابسه، باسكو هذه ماهيش خبز، لازم تكون طريه. كل ما كان طري كل ما يعطينا خفه اكثر. دوك في هذه المرحله نضيف الملح. درت وهنا نبدا نحرك المكونات تاعي، الفرينه والملح. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. نقولوا الكاس الثالث. نبدا ندير ونشوف، ما نكملوش كامل. توقف. في هذه الحاله دوك نستعمل اليد تاعي. هنا كما قلت لكم نستعمل اليد تاعي ونبدا نطن في العجينه. نذكركم خياتي ما تنسونيش بالاشتراك والدعم وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائده وتكبر القناه. كما نذكركم دائما القناه تاعي جديده، واصلا حبيباتي كي راح ديروا هذاك الجام ما راح تخسري حتى شيء، فقط راح تعطيني حافز اكثر وتدعميني باش نحط اكثر. وما ننساوش صحاب الباك اللي راح يجوزوا الاسبوع القادم، نقولهم بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كامل ينجحوا، وان شاء الله ربي يرزقهم التركيز، وما ينساوش الدعاء، وما يتفرفشوش تاني، والحفظ. وان شاء الله ينجحوا كامل وينجح وليد اختي ايضا. اتمنى له النجاح والتوفيق في الباك تاعو هذا، ولجميع اولاد المسلمين يا رب. شوفوا هنايا شفتوا كيفاش ولات طريه. هذه المرحله خلاص كيف رفدت لي. يعني شوفوا شحال قعد ليه من الكاس الثالث، واحد المغرفه كما نقولوا ملعقه فقط. هنا واش ندير؟ هنا نجيب قطعه تاع زبده يعني اللي هي مارغرين ونضيفها. هاي لك انا رفت بيدي يعني ملعقه، حوالي ملعقه. نحاول ندخلها لداخل كامل. انا علاش نحب نخدم بالعجان؟ العجان يسهل عليا هذه العمليه، فهمتوني؟ كيفي في عود ما نقعد انا ندير يدي ونقعد نخدم هكذايا، هو يدير هذه العمليه وانا نخدم حاجه واحده اخرى. لكن هنا فضلت نديرو هكذا باش اللي ما عندهاش عجان ايضا تقدر تخدم. ماشي تقول لك زعما انا ما عنديش عجان ما نخدمش، لا لا، عندك عجان خير وبركه، خدمي به وريحي نفسك. ما عندكش اخدمي بيدك. يعني هذا محشي تاع فقط. دوك انا حندخل المارغرين
في العجين فقط. هذا واش راني ندير. في الاول تبان لكم كشغل تواسات، مي دوك تنضم، ولا تحطيها في بلون دو طرافاي وتخدمي كيما حبيتي. انا ما درتش كميه كبيره، يعني اللي تحب دير كميه كبيره دير. يعني هذا حوالي واحد 10 حبات ولا فقط نورمالمون هكذاك، الله اعلم. من بعد نشكلوه مع بعض. تقدري ديريه دوائر وتقدري ديريه كيما نقولوا على شكل وحده تجي هكذا كيما نشوفوها كيما تاع رمضان. فوالا شوفوا هي بدات تنطم. شوف كيفاش يقعد طري، باسكو كان ديريه ناشف ما يخرجلكش مليح هكذا باش يجي خفيف. دوك انا نكمل نطمها كامل، نغسل يدي نخليها تخمر ونعاودو نرجعو باش نشكلوها مع بعض. نخليها تخمر ونلتقوا بعد ما تخمر العجينه باذن الله تعالى. هنا شوفوا بعد ما خمر المره الاولى نحبط له الخمور تاعو ديغازيه كامل. دوك نزيد نخليها تخمر مره اخرى ونعاودو نرجعو مع بعض. هنا شوفوا بعد ما خمر هذه لا دوزيام فوا. دوك نبدا نخدموه كيف كيف. هنا جبت شوكولا يعني هذيك فيرميسال، ولا تحبي تجيبي شوكولا تختيني ولا اي شوكولا حبيتي. انا جبت هذه فيرميسال. تحبي توزنيه ولا ديري عينك ميزانه كيما راح ندير انا. كنت شعلت الفور تاعي من قبل على اعلى درجه، شعلته من الفوق ومن التحت باش يستعين بشويه فرينه. ونبداو بسم الله. نحبط له الخمور ثاني، هذه لا دوزيام فوا. شوفوا هنا الله يبارك كيفاش دار تنبل. ونبدا نشكل دوائر التواعي. هاوليك ندير شويه فرينه، شويه فقط هكا، درت شويه بزاف. نحيها نحطها هنا. قلت لكم انا درت كميه صغيره، تحبي تجيبي كوبات تقسمي بها ولا تقسمي بيدك عادي كيما كنا زمان. فوالا شوفوا نحاول باش تساعدني شويه فرينه فقط. نحاول نحط هنا كيما راكم تشوفوا. نجيب الفرميسال تاعي فوالا، نحط كميه في الوسط، واللي يحبوا سامبل يخليه ومن بعد كي يفتحوا يدير له شوكولا عادي. نحاول نقطعه كامل. صبر نعتذر. نحاول نقطعه كامل هكذا. نحكم القطع، ندير فيرميسال هنا في الوسط ونطم، نقرصو هكذا شغل ندخلها له لداخل. نحاول نطمها كامل هكا. هي العجينه راهي خامره الله يبارك. شوفوا نجيب بلاطو تاعي نحط فيه ونزيد ندير شويه فرينه فقط، باسكو العجينه تاعي راهي طريه. نحكم كميه ونطم. فوالا شوفوا نحاول باش ندورها فقط تاخذ شكل. شوفوا هنا فيها الله يبارك شغل نبولات، ونحطهم في السنيوه. و ميم طون انا راني نخدم وفي نفس الوقت هو تاني راهو يخمر، باسكو المطبخ تاعي راه سخون. نستعين بشويه فرينه فقط باش تساعدني. فوالا ونحاول ندورو ونحطو معاه، نحطو هو يخمر وانا راني نكمل.
هنا بعد ما كيما شفتوني بوقلتو درتو على شكل دوائر، درتلو الفيرميسيل داخل ولا ديري لي شوكولا اللي حبيتي، غطيتو بطرشون وخليتوه يخمر. شوفوا هنا الله يبارك كيبدا شوفوا كيخمر. هذه الاولى اللي درتها. دوك ندير له البيض، ندير له غير بالعقل باسكو كان ندير له نضغط شغل عليه تحبط له الخميره تاعو. هنا جبت الحبه تاع البيض، درت الصفار، ندير له شويه قهوه. فوالا اني درت له شويه قهوه ودرت له مغرفه صغيره تاع الماء باش تمشي لي الحبه تاع البيض. نخلطهم هكذايا بسم الله. دوك نبدا بسم الله نجيب الخليط تاعي هذاك ونبدا. شوفوا الله يبارك كيفاش خمر. هذه الحبه درتها شغل على شكل ليمونه، تقسميها وديري لها شوكولا ولا ديري لها لاكريم ولا يعني انتي وهوالك ديري واش حبيتي. دخلهم في الفور يطيبوا، دخلهم في الكويزينيير او سخون كما قلت لكم على اعلى درجه. هنا بعد ما خرجته شوفوا الطاب حميمه الله يبارك سخونه هنايا. شوفوا هيا اللي قلت لكم درتهم كبار سخون بزاف. نحطهم هنا شوفوا والكميه الاخرى راهي طيب. هنا نخليه يبرد ما بيدخلش الكميه الاخرى ونقسمو معاكم. نقسم لكم حبات تشوفوا كيفاش كدا من الداخل. هنا راني كملت خرجت الكميه الاخرى عطاني 12 حبه هاملي كيما راكم تشوفوا راه سخون هنايا. دوك نحاول نقسم معاكم حبه بعد هذه كميه من هذه. قلت لكم شوفوا كيفاش يجي الله يبارك. شوفوا كي البونج هنا راه سخون يعني فريمون باسكو دوك خرجتو قلت لكم راه سخون. هو لازم حتى يبرد باش تقسموه. انا باش نوري لكم فقط. شوفوا الشوكولا كيفاش تجي لداخل. شفتوا دوك شوفوا الصاله وخارج منه باسكو راه سخون فريمون صح راه سخون. وهنا تحبي ديري الشوكولا اي نوع تاع الشوكولا حبيتي ديري. شوفوا ديجا الشوكولا دوك هنا دوب هي راهي دايبه باسكو سخانه. شوفوا فوالا شوف هنا نكونوا لحقنا نهايه الوصفه تاعنا. وصفه تاع البريوش وصفه خفيفه ظريفه ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تنال اعجابكم. كما قلت لكم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. واش نقول لكم في الاخير؟ نقول لكم خياتي ما تنسونيش بالجيم والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يلحقكم كل جديد وجديد الوصفات تاعنا. نقول لكم نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. سلام.